يا صباح الخير، يا صباح الطاقة الإيجابية، يا صباح النشاط على الصبح كده. إن الواحد يقوم من النوم نشيط قوي، يقوم يجري يشوف اللي وراه وينشط البيت ويفتح البيت ويخلي الدنيا كلها حيوية ونشاط. النهاردة هنعمل فراخ مشوية في الفرن البلدي، حاجة كده حكاية. البنات اللي بتقول الفرخة بتبقى جاية الجلد بتاعها ما تقطع مش بعرف اشويها، لا، انتي تعمليها تشويها عادي خالص ولا اكنها مقطوعة. ليه؟ لان البنت الشاطرة تعمل كل حاجة، وهي الجلد لما يكون مقطوع مفيش مشكلة. انا جبتلك الفراخ هي جلدها مقطوع علشان تشوفي تتعمل ازاي، لانها سهلة خالص. شوفي، لازم تفرغيها من تحت الجلد كده بالراحة خالص، لان الفراخ دي كبيرة فالجلد بتاعها سمين شوية. شوفي اتقطعت هنا اهيت علشان الفرخة سمينة، فالجلد مش متحمل من كتر ما هي سمينة الفرخة، فتلاقي الجلد بتاعها بيتقطع بسرعة. نبتدي نعمل التتبيلة بتاعتنا بقى. هتجيبي 4 بصلات وتقطعيهم مش ناعم قوي، وتجيبي التوابل بتاعتك، ملح وفلفل وكمون وبهارات توابل الفراخ، وتكتري الملح شوية للفراخ المشوية، ودول 4 فصوص توم تفرميهم كويس، وده نص قرن فلفل حامي. عشان كده انا ما حطيتش شطة في قلب التتبيلة مع التوابل يعني، لكن انا عشان انا حاطه نص قرن فلفل حامي. وهندعك التتبيله كلها مع بعض، لازم تدعكيها كويس علشان تبقى ناعمه في ايديكي كده وتكون سهله عليكي وانت بتحشيها. هي ديت التتبيله بتاعتنا النهارده، بسيطه خالص وسهله وما فيهاش اي حاجه. والفراخ ديك منها فراخ تربيه بيتي وحجمها كبير، فلازم انت تحشيها واحده واحده، ما تحشيهاش مره واحده كده، لا، بتبقى واحده واحده. شوفي انا سايبه الرقبه بتاعتها والراس فيها علشان ترفع الفرخه من تحت وهي بتتشوف الفرن. احنا كده انا جبتلكوا فرخه مقطوعه خالص عشان تعرفي تحشيها ازاي. سهله خالص في الحشو، تحشيها واحده واحده كده هتبقى حلوه معاكي ومش هتبقى فيها اي عيوب ولا اي حاجه. انت تدخلي البصل في الحتت الضيقه اللي عند الورك دي اللي في الدبوسه، وتدخليها في صدر خالص تحت الجلد وانت مورقاه كده، وتدخلي من عند الرقبه برضو وتحطي بصل، لان الفراخ دي بتحب البصل الكتير وتحبي الملح بتاعها يكون زياده شويه، مش زياده قوي بس زياده شويه عن الفراخ المسلوقه. وطبعا هي كده بتبقى طعمها احلى. شوفي الورك بتاعها واقع خالص ازاي، بس برضه هنحشيه وهنشويه ومفيش اي حاجه هتوقفك برضه انت تشوي الفراخ حتى لو مقطوعه او الورك بتاعها واقع زي ده. انا جبتلك الفرخه، شفتي انا حاطه الراس والرقبه عشان تبقى تحت الفرخه، وهي في الفرن ترفع ظهر الفرخه لفوق، فتلاقي الفرخه من تحت ما تبقاش ناشفه ولا حاجه. ونبتدي نحشي البطن بتاعه الفرخه. احنا ما حشيناش البطن، تدخلي البصل جوه في القفص الصدري كده وتسيبيها تدبليها، تسيبيها متدبله كده لمده ساعتين ولا حاجه. ونبتدي نشوي الفرخه التانية بكل سهوله خالص، ما فيهاش اي حاجه. الفرخه مقطوعه اهيت من فوق من عند الصدر، ومن تحت حته صغيره كمان اهيت، بس انا مفرغاها برضو بالراحه لان الفراخ دي سمينه عشان متربيه في البيت والحجم كبير، فلازم تبقى الفرخه تتحشي واحده واحده كده وتتورق واحده واحده برضو علشان تبقى معاكي كويسه وتديكي نتيجه كويسه ونتيجه احسن. هنحشيها برضو من تحت الجلد خالص، وتدخلي عند الصدر جوه كده، وتدخلي ما بين الحتت الضيقه اللي فيها، وتسيبيها لمده ساعتين مش اقل. والله عليكي الله عليكي لما تعمليها تحشيها وتتبليها كده وتسيبيها من بالليل للصبح، بتبقى حلوه قوي قوي قوي. لما تتبل من بالليل للصبح بيكون طعمها احلى، لان كل ما تبيتيها في التتبيله كل ما تبقى طعمها حلو، لان اللحم بتاعها بيشرب من التتبيله، وتلاقي التتبيله اللحم من جوه ما يبقاش عادب كده وملوش طعم، لا، بتبقى جميله وحلوه لما تبيتها في التتبيله. او على الاقل خالص اعمليها ساعتين قبل ما تشوي، لازم تتبليها مش اقل من ساعتين كده. احنا خلاص حشينا الفرختين الاتنين ويا بعضها اهيت، وشوفي الفراخ ما شاء الله جميله 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 والحجم حلو. وكل ما تبقى الفرخه كبيره كل ما تبقى احلى في الشوي وتلاقي فيها لحمه كتير، لكن الفرخه ما تبقى صغيره بتلاقيها ناشفه وبتنشف في الفرن وتيجي تاكل ما تلاقيش فيها لحمه. كده احنا تبلناها خلاص، هنسيبها بقى ساعتين 3 حسب الوقت اللي متاح عندك. انا هسيبها حوالي 3 ساعات، وبعدين اجيب شويه زيت على ايديكي كده او بفرشه، بس انا بحب اعمل بايديا علشان ان انا ايه اغرقها كلها بالزيت وما اسيبش حته ما فيهاش. تحطي شويه زيت على وشها كده احسن من السمنه، الزيت بيديلها طعم حلو، لون حلو، لون جميل احسن من السمنه. تقومي موزعه الزيت على كل المناطق بتاعتها كده، على جناحها وعلى الرقبه وعلى الوراك وكله، عشان الفرن بيديكي اللون الاحمر الجميل المقرمش
كده احنا خلاص عملنا، سيبناها تتبل على ما عملت الرز المعمر، وبعد كده ارجع احطها في الفرن واشويها. وهي دي الفراخ بتاعتنا لسه ما قدمناهاش، لسه منزلاها من الفرن سخنه، ومعاها بقى شويه محشي حلوين سخنين كده. الله على المحشي مع الفراخ المشويه، وصينيه رز اللي كانت في الفرن طلعتها ما شاء الله بالهنا والشفا، وشويه ملوخيه. بصراحه يعني وجبه جميله 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 والله. ريحه الفراخ كانت جايبه من اول البيت لاخره، من الشارع كله، واللي رايح واللي جاي، الريحه الحلوه الجميله دي ايه ما شاء الله. كانت وجبه حلوه قوي قوي قوي، وما شاء الله الفراخ بتاعتنا جميله، ولا فيها حته المقطوعه لا اثرت، ولا الجلد المقطوع اثر، ولا اي حاجه خالص، ولا محروقه ولا ناشفه ولا حاجه. الفراخ تعمليها بالراحه وتهدي عليها الفرن، تديكي احلى من احلى مطعم.